لتحضير المندي السريع بخلص معكم خلال ساعة. شوفوا معي كيف. بالبداية بكون عندي كمية من الدجاج بنقعها بملح وفلفل، زيت زيتون، عصير ليمون، وبهارات مشكلة. في قلاية حامية على النار حطيت فيها زيت نباتي وقلبت الدجاج معه لحتى أعطيه لون تحميرة ولحتى أخليه يستوي تقريبا نص الاستواء. الخطوة هاي رح توفر علينا وقت كتير. بعد ما أخذ اللون الحلو اللي أنا بدي إياه نقلته على بايركس، حاطة فيه بهارات صحيحة، هيل، لومي، قرنفل، ورق غار، اللي بتحبوه. ولحتى اخذ النكهة رجعت استخدمت نفس القلاية اللي حميت فيها الدجاج، قطعت زبدة كبيرة وبصلة مفرومة ناعم، قلبتهم هيك تقليب سريع، بعدين نزلت عليهم كمية من المي ومكعب مرق دجاج. اخذوا غلبة خفيفة، بعدين رجعت نزلتهم فوق الدجاج. ورد فوقه الرز البسمتي المغسول بس ما كنت نقعته. النوع اللي انا مستخدمته بحتاج معيار لكل كوب رز كوبين مي. وزعتهم بالبايركس وبعدين هيك زي ما انتم شايفين رجعت عدلت مقدار السوائل، حركته هيك هزيته ودخلته بالفرن على درجة حرارة 180. أخذ مني بحدود 50 دقيقة. شوفوا معي كيف الرز طلع نثري ومش مخبص. حتى أعطيه نكهة التدخين فأنا كنت محمية جمرة، حطيتها على ورقة ألمنيوم وحطيت عليها شوية زيت نباتي وسكرت عليها، وهيك بكون الرز جاهز عنا. قدمته مع صلصة خاصة فيه. لو حابين تتعلموا الطريقة ابعتولي بالكومنتس رح أعملكم فيديو. يا سلام بس لو تذوقوا الطعم وتشموا الريحة. وصفة طيبة سهلة وسريعة ما بتاخد وقت وللمستعجلين زيي. صحة وعافية، بشوفكم وصفة جديدة.